ايوه بنرحب بالكابتن ابراهيم السني واهلا وسهلا جميعا. كابتن محمد عبد الجواد. يا جدعان مفيش حد عملها هيلعب هاتها البيت بس مش شغال. شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشكر كل هذا الحشد الجماهيري الجميل وكل النجوم التي عاصرت نجم مصر ونجم بلبيس ونجم المقاولين العرب وكابتن كبير من الكباتن اللي ساكنه في قلوبنا كلنا، كابتن محمد حامد ابن صندنور. طبعا بيسعدني محدثكم هاني القراش، ومعايا النهارده كابتن كريم وكابتن صبحي دياب وكل الساده المعلقين الجمال اللي هيكونوا معاكم النهارده، ان احنا نكون متواجدين، ويعني واجب علينا جميعا ان احنا نكون اول الناس موجوده لتقديم وتكريم كابتن محمد حامد النجم الجميل النجم المحترم اللي طول عمره كان مثال للروح الرياضيه والاخلاق العاليه الجميله. واجب جدا لما كنت تلاقي كابتن محمد حامد يحصل على كلب اصفر في مباريات جود بلبيس في العصر الذهبي الجميل للكوره داخل مركز ومدينه بلبيس. النهارده شايف نجوم كبار جدا، في وفد كبير جاي من انشاص الرمل، كابتن محمد عبد الجواد، كابتن مسعود الزوري، نجوم كبار جدا معاهم كابتن صبحي دياب، كابتن ابراهيم السني، ايضا من جميع الكره المجاوره والمراكز المجاوره، كله جاي النهارده يحتفل. والنهارده نحن في ضيافه مركز شباب صندنور، وبيتواجد معانا مدير اداره شرق للشباب والرياضه الدكتور وليد الجمل، بسعد بحضوره، وبسعد ايضا بحضور الجوهره السمراء كابتن محمد بليل في ضيافه كابتن صبحي العربي وكل شباب صندنور. كابتن صبحي دياب بعد اذنك، كابتن صبحي دياب معلق الجميل، كابتن صبحي النهارده بسعد بوجود الاستاذ المحترم استاذ سامي الجندي، احد الرجال المحترمين واحد المهتمين بالرياضه والرياضيين كلهم. كابتن صبحي دياب كلمه تقولها المطالب مني اقول كلمه لكابتن محمد حامد، كلمه تقولها في هذه الذكرى العطره، ذكرى جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكابتن محمد حامد كابتن طبعا محمد حامد كان له معزه كبيره جدا خصوصا في انشاص الرمل، فاحنا كلنا طبعا يعني عشان خاطر الكابتن محمد حامد واولاده غاليين من انشاص فش لهذا الراجل المحترم والخلوق اللي كان عامل اسم كبير في صندنور، والتطور من كل اسم صندنور فكان لازم يجي اسم الكابتن محمد حامد. فعليه رحمه الله فالكل طبعا النهارده جاي يشارك من اجل طبعا هذا الرجل المحترم عليه رحمه الله، وكل طبعا الرياضيين افتقدوا هذه الشخصيه الجميله جدا. فنتمنى النهارده تسجيل الجميع وكل يوم جميل وليد باسم النجم الكبير كابتن محمد حامد. اكيد كابتن صبحي النهارده ايضا نتواجد معانا كابتن صبحي العربي، احد الرجال المحترمين بالشباب والرياضه في قريه صندنور. معانا كابتن صبحي دلوقتي احتفالاتنا النهارده تقديم كابتن محمد حامد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بدايه
أشكر كل من حضر اليوم في حفلة محمد حامد. محمد حامد ما بيغيبش عن بالنا الله خالص. نشكر الأستاذ وليد مدير إدارة شباب بلبيس ماشي الله يخليك، وكل الأخوة اللي شرفونا النهارده وجم معانا نحتفل بيوم محمد حامد. يوم محمد حامد بس كابتن هاني دراش، الأستاذ محمد بلال، الأستاذ محمد لطفي، الأستاذ سامي الجندي، كل الناس اللي شرفونا. نلعب سنتين على مركز اللعب تدير الكورة، نحن المصريين العظماء الكورة حتى هذا على طريق لكن الكورة على طول الحق ما تكون ضربة حرة. وحارس من شاش مشاهدينا الكرام، الكورة مجنونة والفيها مرافينا مجنونة، تعرفك على الغدر، تحببك بالخيانة، هي عاملة زي البحر، البحر يمتلك المياه والكورة تمتلك الهواء. الكورة تروح على طول مساحة سمين، وحط الكورة لذات الناحية الثانية على معلول، ادي معلول يبقى الكورة بدون عنوان، معلول تروح الكورة ركلة ناس، كورة يمينة لابن حبيب الشباب، المرعب الكبير ابن حبيب، حط الكورة للفنان الشعب عمار الشريع. خطير يا نهار ابيض، خطيرة حطها له بوش رجله اليمين، فتحت ضربة رقائب، تطلع الكورة لباب المرمى لأبناء سندنور. مشاهدينا الكرام، إدارة يا كريم الأسماء من هنا ومن هناك، ادي الكورة على طول تروح الكورة رمضان ابن المنشية، ادي على طول حارس المرمى. اليوم رياض مشاهدينا الكرام، من الشرف أن نكون موجودين هنا في بلدنا الثانية سندنور، في بلد محمد حامد، بلد بندق، بلد الشريعي، بلد عصفورة الكنبة، رمضان سامي، بلد عيلة الصرخ، بلد عيلة سلفن، بلد الجزيرة، بلد كل الإمكانيات، بلد شارع المدرسة، بلد كل ما تكون مشاهدينا الكرام من هنا، بلد المعلم محشي الكلب الأبيض والوجه السمراء المشرفة دائما وهناك في أي مكان. هذه الكورة على طول مشاهدينا الكرام، نلعب كورة من ذاك الناحية الثانية، لكن الكورة تتحول إلى ركلة تماس لصالح أبناء بشص. مرحب طبعا بالكابتن صبحي دياب، الكلب الجميل والصوت الممتع، ابن أبناء بشص عمار الشريعي. دير الوقت اللي لعب فيه عمار الشريعي مع القدامى مشاهدينا الكرام، كل زمن وله أبطاله، وكل زمن وله حريفه، وكل زمن الكابتن رمضان بيزود له اسمه من تاريخه. الكورة لها سهم وذكريات تراث وكل الزمنية الحضرة. هذه الكورة على طول الناحية الثانية عند المدافع، وهي الكورة في النص على طول، كورة طويلة لكن تفتح ملعب سندنور. حاجة روعة مشاهدينا الكرام، حاجة نجيلة ترفع سجادة خضراء جميلة أوي كمان للصبح. مشاهدينا الكرام، نحن طبعا المصريين العظماء أبناء خوف الأفرح ومنفرح، نحن بالتاريخ وسادة أسياد القارة السمراء الأفريقية، نحن اللي فزنا على الإيطاليين بضربة راس من حرمس العظيم، وصرنا قدام السينساوي البرازيليين. أبو كورة ممكن هدف أولاني، لكن بخبرة السنين والزمان تروح الكورة على طول للباب، على طول كورة خطيرة الناحية الثانية. أبو كورة خطيرة، أبو كورة. طبعا المباراة اللي جاية إن شاء الله شباب بيتحمل مشاركين الكرام، الفريق الكبير هيلاعب طبعا شباب بشاص، واللي هيكسب منهم هيلاعب سندنور في نهائي اليوم الرياضي الجميل. يا رب نشوف ابناء نتحمل بقى الفرقه اللي احنا عايزينها. الكاميرا دلوقتي جابت لي حبيبي احمد الشافعي، الحمد لله على السلامه يا عم احمد يا شافعي، وليت كل السوسه موجود، السيد سلامه، ادي كل الرجاله جايين جايين ما يكون حلو قوي والضحك على كلمه قوي شويه. والناحيه الثانيه بقى شباب بشاص كده، بنشكر الولد بندق اللي عامل النهارده كل حاجه. مشاهدينا الكرام، برحب طبعا بكابتني الكابتن عبد الله الرماح، برحب بالكابتن وليد طبعا حكمنا الدوري كابتن وليد حجاج، برحب طبعا باستاذنا عبد الله الرماح عضو مجلس الشعب، برحب طبعا بإمامي والجندي الجميل معانا النهارده، برحب بكل الناس. ادي كوره بقى خطيره حلوه جدا. ادي باسم الحاسم النهارده، بحط كوره لرمضان خبرات السنين طبعا، المعالم الكبيره في المنشيه. ادي كوره
على طول ان شاء الله. الماتشات اللي جايه مشاهدينا الكرام حاجه هتكون جميله قوي. شباب متحمل وشباب مشاس، فريق مشاس عندهم فريق مشاهدينا الكرام حاجه ممتعه جدا 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 جدا. اخر مباراه شفتها مين كانت في خطه هناك في ملعب النجوم، دوره الكابتن ناصر عبد الشكور. مشاهدينا الكرام ادي كوره على طول، لكن يرجع باسم ويقطع الكوره يرجعها ورا خالص. صندوق طبعا عندهم ولد ربيعه حاجه ما شاء الله، وعندهم اسماء جميله جدا 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 ان شاء الله. انا فات عليه النهارده عمار الشريع اللي جاب هدف في المتحمل هناك في دوره حوض الندى ملعب الملك فهد بن عبد العزيز لما كان السيد طبعا المجال كده حاجه من ايام زمان. لكن المتحمل فاز في دور الثمانيه على صندوق وصعد في القرن النهائي. مشاهدينا الكرام دورات حوض الندى الدورات العملاقه. ادي كوره الناحيه الثانيه خالص، كوره جميله جدا عند طبعا كورونا فريق مشاش النهارده المنور صندوق. برحب طبعا بكابتني وهي الكبير كابتن الاتفاقي ابن من ابناء متحمل المخلصين. برحب بيهم طبعا الطفل الصغير اللي بيلعب دوري عشان الماتش شغال. ادي كوره من الناحيه الثانيه على طول المباراه طبعا كده في حب الكابتن محمد حامد مشاهدينا اكرم. ادي كوره على طول يعني تدخل متعدي كوره، لكن على طول في النص وقطعها طبعا لروبرتو كارلوس. الناحيه الثانيه خالص هيرجع لوكا مودريتش. ادي مودريتش حط كوره على طول عند مبابي. صفار من الكوره هدف اولاني عن بره. الكوره بره ضربه مرمى، الكوره بره ضربه مرمى. شاهدين الكرام على طول. يبقى معانا متحمل النهارده هم الكاميرات جايبه السوسه، جايبه ابو شعبان. الحمد لله على السلامه يا عم شعبان. والشافعي طبعا الدمرداش نتمنى له السلامه يا رب ويرجع الدمرداش بعد الاصابه. الحراماتنا طبعا ورياه في هناك ملعب النجوم في غيطه الدوره العملاقه. مشاهدينا الكرام ادي كوره الناحيه الثانيه خالص عمار الشهيري اللي واقع قال قوي 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 يا شريف النهارده. تروح الكوره ادي الكوره كوره ايه 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 حلوه حلوه حلوه. خد الزبون قال له تشرب ايه؟ قال له اشرب نسكافيه. شرب الزبون نسكافيه وحطها، لكن فتحت من رجليه اليمين شويه تطلع الكوره ضربه مرمى على طول. مشاهدينا الكرام لابناء صندوق النهارده. فين ايام صندوق؟ ايام العمالقه، ايام الكبار، ايام عصير القاهره رمضان سامي وبدرون احمد صلاح عمد عمار الشريعي والحارس محمد بهجه طبعا، او كان معاه طبعا الاملاك طبعا الولد الامريكي. حاجه زمان لقيت صندوق هترجع باذن الله طبعا. بيجيب الاملاك بتاعها باذن الله. ادي كوره الناحيه الثانيه هي عند كلمه في الشمال تروح لباسم. الحكم كده النهارده بيقول هاند بول على باسم. بنشكر طبعا كل عائله الكابتن محمد حامد الراجل المخلص الجميل اللي رهن عنا طبعا بجسده لكن موجود طبعا بالحب وكل شيء. الكابتن محمد حامد مشاهدينا الكرام ادي كوره الناحيه الثانيه خالص. طبعا كان الكابتن محمد حامد معايا شخصيا مشاهدينا الكرام. كان دورة حوض الندى لما اشتغلت كان اول مره بيلجي بعثه رئيس الجمهور ولعب مع فريق ثاني على ما اظن مش عارف كان ميت حبيب حاجه زي كده. فيوم قبل بعض في دور الثمانيه في دوره سنغافور او في المجموعات. فكان الماتش دوت ماتش فاصل. مشاهدينا الكرام اللي هيكسب ونخلص على الثاني. فبندق في الليله دي كانت حاجه كان عامل فنوار كان بيلعب طبعا ضد بلد ضد المدير الثاني بتاع سنغافور كابتن محمد حامد. وفاز بندق على سنغافور في الليله دي والكابتن محمد حامد. مشاهدينا الكرام يومها قال انا شخصيا انا اللي بيجي معايا في الفرقه بحس ان هو ميت دلوقتي. كانت حاجه وهو سبب تطلعي النهارده. مشاهدينا الكرام الله يرحمه كابتن محمد حامد ليه معانا طبعا ذكريات. هو الراحل الجميل كابتن سامي مقبول اللي علمنا كتير قوي 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 قوي. كابتن سامي مقبول. مشاهدينا الكرام برحب طبعا بكل جماهير حوض الندى اللي موجوده. كابتن رمضان ابو زيد الكابتن محمد ابراهيم لو حتى في غيابه. برحب بالجنس اللي موجود معانا النهارده في مركز شباب صندوق. برحب طبعا بكل العائلات اللي جت ورا. برحب طبعا بالجندي الجميل اللي موجود معانا الحاج سامي الجندي طبعا موجود معانا دائما في الحفلات الكرويه بقى من هنا ورايح هتلاقي اسمي الجندي دائما موجود دائما لامع. وادي بقى الكبير باشمهندس الرماح عبد الله الرماح عضو مجلس الشعب. برحب بك
الشريك. عمار ادينا حاجه من فكرتك يا شريك. الشريك طبعا على اسم عمرو الشريك السنه دي عمار الشريك حاج عبد الله بطاح طبعا اللي نورنا النهارده شايفين الكرام. عمار الشريك ده موسيقار كبير قوي قوي قوي. شايفين الكرام الناس كده عايز يعمل دبل كيك كده حارس كده. طبعا عمار الشريك شركه البرد اللي هو نفسه خبر شويه اكيد ومؤكد. ادي عمار الشريك هيعمل ايه؟ عمار اشهر شغل في الملعب النهارده. عمار الشريك الكاب اللي دايما من 2000 وهو لابس الكاب من سنه 2000 على كوره الناحيه الثانيه خالص. وبشكر طبعا اخويا الكبير كابتن عادل ابو لبن اللي معايا في كل مكان بصراحه. كابتن عادل ابو لبن الراجل الطيب المخلص اللي بيحب الجمهور. وطبعا الحاج سامي الكينج احنا بنشكرك يا عم سامي الراجل اللي دايما دلوقتي في اي مكان في كوره في شعب في حب هتلاقيه الحاج سامي بتبقى بكوره هي سكر من بكوره. لكن على طول حارس المرمى مشاهدينا الكرام راح لها ايه بايده حاجه جميله فرد العمود الفقري خطيره وكانت تطلع على طول. والمباريات اللي جايه معانا الجماهير كلها يا عيني حاجه هتكون جميله جدا 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 جدا. اهي على طول الناحيه الثانيه قدامى بشاش عاملين مباراه جميله جدا بصراحه. ادي كوره حارس المرمى بتاع سنغافوره متالق. طبعا الاسماء ما جاتش لنا يبقى الاستعداد فريق بشاش فريق جميل. طبعا وليد نور الشرقاوي يكون معاهم النهارده. ولد نور الشرقاوي طبعا احد نجوم فريق بشاش. وليد يكون يلا بس عند عمرو الشريع الناحيه الثانيه لكن طويله شويه ماشي زي ما هو عايز. وراحت طبعا الزميل هيثم الاسمر اللي حضر معانا النهارده طبعا في يوم الرياضه كلنا جايين عشان خاطر الكابتن محمد حامد طبعا ودكتور عايز يعدي حطها له في النص لكن مقطوعه على طول من فارس الجمهور كابتن رمضان من اللعيبه الكبير. دكتور حطها في الناحيه الثانيه الشريعه حطها الناحيه الثانيه عند راسي بس بيعمل ايه؟ على طول عمود كان ماشي اساس الجندي وكابتن طبعا لطفي طارق كابتن رمضان ابو زيد وكابتن وليد حجاج اللي اكيد هيكون متوقع تحكيميا النهارده من منطقه المعز شاهدين اكرم. بنشكر طبعا الولد احمد محمد حامد الشهير بجنبه اللي طبعا عامل حاجه جميله جدا 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 النهارده يا بندق واحنا بنشكرك عليها يا ابني جدا 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 جدا. طبعا الكابتن محمد حامد سامي مشاهدينا الكرام الراجل اللي دايما بيظهر في وقت الشده هو الكابتن احمد محمد حامد بندق ومعاه مديره طبعا اخوه الصغير الجميل. ان شاء الله كابتن محمد حامد هنتقابل كده هنتقابل ان شاء الله كابتن محمد حامد طبعا الصوره الطيبه الجميله اللي دايما سايبها لنا قلت لك ده البسمه بتاعت راجل صندوق على طول في البدايه تلاقيه على طول مشاهدينا الكرام على كوبري الزملكاوي الجميل بتاع صندوق خطيره دي خطيره دي خطيره دي خطيره دي خطيره دي طبعا حارس المرمى اكيد هياخد بطاقه في الكوره مفيش فيها كلام كمان ما ينفعش يتغير. مشاهدينا الكرام طبعا الحارس طبعا الكابتن محمود علي لاعب الجميل بتاع صندوق كابتن رمضان سامي كاميرات بتجيب الناس اهي والليله الجميله هنشوف بقى مين اللي هينزل النهارده. هو الكابتن بيبو كابتن حفاظه موجود كابتن كريم كل طبعا صندوق النهارده هتلاقيها موجوده. مشاهدينا الكرام بشكر طبعا الكابتن سامي الجندي بصراحه موجود معانا على طول باذن الله يكون معانا في العاشر بقى من دوري الشركات باذن الله قريبا. الحاج سامي الجندي اللي عامل شغل عالي قوي 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 على الميديا شغل الفيسبوك ومشاهدينا الكرام والحاجات اللي احنا بنشوفها دايما وابدا جوار الشباب على طول. الحاج سامي الجندي المفروض منه وكمان التعليقي الايام اللي جايه الحاج سامي الجندي هتكون حاجه عملاقه جدا باذن الله ونتمنى له يا رب التوفيق في القادم دائما عشان في عمل في دوري دائما ان شاء الله هتلاقي طبعا بعد كده يلعب واحده حلوه الجنزوري يا ولد منصور الجنزوري
والاحترام والاخلاق هو يا كابتن لطفي. انا على طول تتلعب حماده، لكن محمد فليكس احد النجوم الكبار ده عن شخص الدوري، ويفليكس مدبر الملعب من النجوم الشمال على كل عاطف تحول. عاطف تحول، عاطف يلعب لحظه السيد عواد، مضطر يرجع بقى للمدفع الجنزوري. اللي ما شافش الجنزوري ده يا جماعه مش ممكن الكره دي تاني، كره تضرب في العالم كتير ويديها فرصه محققه. اللي ما شافش منصور الجنزوري ده هيجيب طبعا الحديث يعرف من هو منصور الجنزوري، قاعده الصواريخ المتحركه ابن قريه انشاص النجم الكبير منصور الجنزوري. وادي على طول هاني جمال يلعبها نجم تطلع الناحيه الثانيه رمي التماس. هو تسجيل طبعا النجم الكبير محمد حامد، التاريخ اللي عنده كبير جدا طبعا، عشان كده بقول لك سهل تلعب كره لكن صعب تسمع تاريخ. كابتن محمد حامد هو تصويره وهدف، تصويره وهدف. هنشوف تاني في الهدف. بص مش ممكن خطأ كبير جدا من حارس المرمى والدفاع عن شاف على طول. حماده من اعلى نقطه يحطها بضربه راس يحرز اول الاهداف اللقاء. هدف اول نعم من الاساس محمد بيبو، وانت رجل كبيره بيبو. علي بيبو اهو طبعا عامل اساس جميل من طبعا من الهدير، ونتمنى له التوفيق. عامل اكاديميه طبعا للبنات الصغيرين كده، نتمنى لهم كل التوفيق. عامل اكاديميه جميله جدا الكابتن محمد بيبو، نتمنى له كل التوفيق. طبعا النهارده اليوم تكريم لنجم كبير جدا، وعلى طبعا على الجميع الكابتن محمد حامد عليه رحمه الله ابو صفاره حكم اللقاء بيدي صفاره فاول لانشاط. محمد حامد بيقول لك ما فيهاش حاجه، هتشوف صفاره في العاده. بص اهي ما فيها حاجه باينه خالص اهي الكوره اتعادت فيها فاول وتضرب الحره اتلعبت عاطف الجنزوري استلام تحت ضغط من عبد الهادي يرجع بيها العاطف تحول يسلم لفوته حلوه قوي العواد. ادي عواد بيغير اتجاهاته الشباب رغم كده بيلعب قدامه. انا على طول موال عواد
شخصيه جميله. المهندس سامي الجندي رجل الاعمال الجميل جدا بكل البلاشات، راح طبعا بالشخصيه الجميله حاج عبد الله المحرقي رجل الملعب حاج عبد الله. احمد كمان مش موجود؟ لا جو ساعة استاذة دينا الطوال النسبة الكبار الجمهور المنورين طبعا كابتن اقول الكابتن سامي الجندي والوفد المرافق ليه طبعا برحب بيهم في بلدهم سنتر عبد العاطي يلعب واحدة جميلة جدا لكن تروح فين؟ انا على طول علي جمال صلاح سبت دي ما تستناش امشي يا صلاح ماشي صلاح حد ممكن يا ولد يا ولد الحكم شاور هدف ورجع تاني قال كده 2 في 1 2 في 1 على طول هدف ورجع تاني قال لك 2 في 1 عد الكره دي تاني يا عاطف عد يا عاطف عد يا عاطف مش ممكن مش ممكن مش ممكن الهدف الثالث يا حاج الجماهير يا رمضان عشان كده بقول لك يا جماعه شوية مكسب دي خسارة انها السحرة المستديرة بنشد الهلك بنشد الامير بنشد الوزير حتى انا التاني منين بنشد الملك بنشد الوزير حتى الغفير بالاسرار عملوها بالحزينة وروح التحدي جابوها فرنسا ورهون الفضول العربية يتقدمون 3-1 مش ممكن يا الكورة يا المتعة يا عاطف ادي بيبو بيبو صلاح بيبو العب العب يا بيبو العب يا بيبو العب حمادة يصوم التنزور يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا اللقاء عاوزة سنة اللقاء عاوزة كسنة الكرة تناديك يا سنة انا اطيب وجه مش ممكن وجه صالح المرحلة اهداف اخطاء طبعا هجمات مرتدة سريعة على طول الهدف ده يلا سنة ابراهيم السني عاوز اللقاء السني في صخرة في نص ملعب انشاف اهو ادي السن هيجري عملية الاحماء على كابتن وليد عادل ابو لبن طبعا يحرز الهدف الرابع طبعا الجمهور بره الاستاذ كمال ادريس والاستاذه دينا بيطالبوا بخروج علي جمال طبعا نقطه ضعف صخره كبيره جدا في الملعب بيتكلم على الاستاذ كمال ادريس اهو طبعا يا حاج جرح شايف الاستاذ كمال ادريس بيحرك الاربع اهداف يلا ابراهيم يا فندم ادي ابراهيم السنعي كابتن محمد سعد يا خبر ابيض مش ممكن بعد الكره دي حكم واحد في اللقاء هنشوف بقى محمد سعد الاسد حارس مرمى الانشاس وشايف ابراهيم السني انا اهو نفذ